النهارده قلت اخدكم معايا كده في المطعم المفضل بالنسبه لي في اورلاندو، وهو مطعم فيه شاورما وفي فطير شرقي وفي اكل عربي ومصري جميل جدا وعصاير فريش. لحظه الاختيار من المنيو، بصراحه الاختيارات كتير صعبه يا جماعه. بصوا الشاورما برضو عندهم شاورما فراخ ولحمه زي ما انتم شايفين، وعندهم في حلويات. بصوا بصور لكم كمان لحظات حصريه وهو بيعمل الفطير اهو. فطير حادق ده صح؟ هو ده فطير ايه؟ ساسج. دي ايه؟ ساسج؟ اوكي سجق. اوكي. وعندهم كمان يا جماعه برضه فطير حلو، مش حادق بس، وبتوصوا كمان اهو، يعني مش بخل، بيحطوا حشو كتير صح؟ بصوا كمان عندهم عصير فريش. روبي طلبت عصير فراوله، تعالوا اوريكم، ممكن نشوف العصاير التانية اللي بيعملوها هنا. بصوا عندهم تشكيله متنوعه اهي في العصاير، يعني مش بس الفراوله بقى، عندهم بطيخ ومانجا ومش عارفه وليمون وكل حاجه، يعني اسعارهم معقوله على فكره. بصوا المكان نفسه يا جماعه نظيف جدا بصراحه يعني. غريبة يعني. وبرده لسه هوريكم الاكل لما يجي شكله عامل ازاي. وصل الاكل، دي المشاوي ومعاها بطاطس و هي معهوش رزه. هو بيخيرك يا بطاطس يا رز يا سلطه، بس هو بيختار البطاطس. بصوا بقى الريحه فظيعه، خطير، طعمه حلو قوي. لولو حلو الاكل قوي واخيرا يا جماعه بعد طول انتظار، مش طول انتظار قوي بصراحه، مسار يعني عندهم سرعه في الاداء. بيتزا فطيره سجق صح؟ فطيره سجق. هاكل واقول لكم رايي فيها ايه. تعالوا ندوق الفطيره الحلوه دي. بس كده وخلصت بقى. المهم على ضمانتي تعالوا جربوا المطعم ده يا جماعه، بجد والله هيعجبكم جدا. وبقى كمان من الفطيره اللي احنا جبناها، مع انها ميديم بس ما شاء الله حجمها كبير قوي. تعالوا اوريها لكم. بصوا بقى منها كتير والله ما شاء الله. وبس كده.